محترفه في اوروبا. بالظبط، محترفين في اوروبا. انت بص عندك مين محترف عندك في اوروبا؟ سياده اللواء برضو عشان اتكلم عن الناحيه الفنيه والناحيه التحكيميه، اسمح لنا ناخد الفاصل ده ونرجع نرحب بضيفنا كابتن سعيد عبد الغفار حكمنا الدولي، ونتكلم بقى من الناحيه الفنيه والناحيه التحكيميه. اهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين مره ثانيه. برحب مع حضراتكم سياده اللواء حلقاني مره ثانيه اللي بيرحب بدوره بالكابتن سعيد عبد الغفار حكمنا الدولي. اهلا بحضرتك كابتن سعيد. نور. اهلا وسهلا. يمكن كنا بنتكلم مع سياده اللواء عن الناحيه الفنيه بالنسبه لنادي حرس حدود نادي الاتحاد، المباراه المهمه اللي كانت ديربي اسكندريه واللي فاز بيها نادي الاتحاد 2-0. هتكلم مع حضرتك على برضه الناحيه التحكيميه، لكن هكمل مع سياده اللواء الحته او النقطه المهمه اللي كنت بتتكلم فيها، حته ان مستوى الانديه بيعود على بالعكس على المنتخب. ما انا بقول لحضرتك يعني النهارده انا بفاجئ ان اللاعب بيشترط عايز كذا مليون وكذا مليون وكذا مليون. طب انت بره سعرك كام؟ صحيح. ما هي برضه مشكله في عندنا في انديتنا ان انديتنا مدلعه ناس ما تستحقش الرقم ده. صحيح. ومش عارفه تفرملهم. يعني انا نقول انت الصراع اللي بين الانديه الكبار هي اللي بيخلق ده عامل زي الجنيه داخل البلد. طب ما انا عايز ادخل الدولار والين واليورو يخش معايا، ما بيخشش، يبقى الجنيه بيدور من جيب لجيبك. ما فيش حاجه ما بتطلعش بره. لكن النهارده انا عايز النهارده اللاعب ده يحترف بره. لما هيحترف بره هيدخل لي انا دخل اولا، وبعدين هيبقى قوه للمنتخب. لكن انت عندك كم واحد محترف بره؟ كابتن سعيد لك تعليق على اللقطه دي؟ خد اسلام الشاطر فيها انذار. اتفضل يا كابتن سعيد. طبعا احنا ملناش تعليق على الناحيه الفنيه طبعا على الانذارات الحاجات الفنيه في التحكيم طبعا. يعني المفروض متاحه لا انا بتكلم على رايك الشخصي كحكم. احنا مش هنقول الحكم اخطا او ما اخطاش، انما بنتكلم على قانون اللعبه. قانون اللعبه لا يا كابتن، احنا من هنا، ما احنا من هنا بنبص من زاويه الكاميرا. زاويه الحكم في الملعب تختلف جدا. يعني انا ممكن ابص من هنا يبقى ما فيهاش حاجه، ما فيهاش انذار. ممكن الحكم زاويه رؤيته من الظهر، من ظهر اللعيب، ممكن يشوف شد سنده حاجه من دي كده، فممكن يدي عليها انذار. ممكن فالزاويه طبعا زاويتنا احنا من هنا واحنا قاعدين بنتفرج طبعا. ده كلام برضو بيتقال للمحللين اللي هو بيبقى قاعد بيتفرج ويقول لك عيد لي من هنا وعيد لي من هنا وهاتها لي بالبطيء وقرب لي. تختلف جدا في الملعب. هو من البدايه جاي يدافع عن التحكيم. لا 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 لا, يعني انا من البدايه هو مش هيحلل التحكيم. لو حضرتك مش معايا في الكلام ده قول لي. انا ما حضرتك قلتها قبل كده. لو حضرتك مش معايا قلتها قبل كده. انا قلت ان بيعيد، يعني الحكم بيجري وبياخد القرار في ثانيه، ولكن في اخطاء ظاهره جدا للعين واضحه. يعني زي هدف الترجي. ما هو لسه هقول لحضرتك مش على مستوى مصر بس يعاقب عليه الحكم. ما هو انا بقول لحضرتك وحتى لو عوقب اهلي كنادي استفاد. الهدف بتاع اللي دخل فرنسا كاس العالم. هقول لحضرتك سياده اللواء الحكم لما رجع في كلامه عوقب. طبعا عوقب من الاتحاد الدولي انه احرج لجنه الحكام واحرج الاتحاد. ما يطلعش يقول بقى انا خدت بقى حضرتك. يعني اصبح النهارده انت يا حكم اعمل ما بدالك واحنا مش هنحاسبك. لا انا هقول لحضرتك حاجه. طول ما التحكيم بيدار بالاله البشريه في اخطاء. ما هو اصلا بيحكم على بشر. هو بيحكم على مين؟ هو بيحكم على الروبوت وهو بشر. بس هقول لحضرتك ست اللي هو كان من مميزات الكوره اخطاء التحكيم. من مميزاتها، من حلاوتها، انها تحرق دمنا. يعني يبقى العمليه ان هو طب انا هقول لحضرتك كوره اوفسايد ويحسبها جول. لو الجول ونقول حلوه. لو لعبه ماتش الاهلي مش في مقترح. لو لعبه ماتش الاهلي بتاعت الترجي دي حصلت في الدوري المصري الدنيا هتقوم. طب ما الدنيا قامت برضه، الدنيا وقفت. بس ايه رد الفعل؟
وهل مصر سكتت؟ ما هي دي الكوره، وهل العالم سكت؟ ده هي الكوره لدرجه مش هي الكورة. هو حتى في يعني على المستوى العالمي في الفيفا ما بيعترفش بالفيديو، ما بيعترفش يعني الاخطاء الفنيه للحكم خلاص منتهيه. انا سمعت ان في مقترح ان يبقى في 6 حكام. ده دلوقتي خمسة. بيدار كده 5 مش كده ولا 6 5 يعني هيبقى زي واحد ورا المرمى ده، واحد ورا المرمى ده، 5. 4 على الجناب، لا هم 6 كده، وواحد في الملعب، 6 والحكم الرابع 6 بيبقى واحد واحد مقابل بتاع للمساعد اللوحه، الناحيه الثانيه. يعني واحد مقابل لا المساعد. ده هم كانوا بيقترحوا ان يبقى ورا الجونين عشان لا ده موجود فعلا، ده بيطبق فيه دوري، بيطبق فيه في دوري بيطبق، لكن ما طبقش على مستوى العالم لا كله على مستوى لسه. العالم لا، يعني في حتى في الدوري القطري يعني وفي النهارده الدوري مساعد البرتغالي بيجري بيطبق. كده ومساعد بيجري كده. مساعدين لا مش بقى. مساعد، ما مساعدين. بيعتبرش مساعدين مساعد. اتنين. مساعد الحكم هيبقى واحد يكمل المربع ده وواحد مكمل لا المساعد. هو دلوقتي متواجد كمان الدوري. 4 واحد هيبقى 5. 4. هو كانت في حكمة، كانت حكمة كرة قدم نسائية وطلعت حكمة ماتش، كانت مساعد حكم. هي كانت بتحكي لي الحكاية ديت، يعني بتقول لي ان هي وهي بتجري كده كملت لاخر الملعب. يعني كملت كملت. فهم النهارده طبقوا نظريتها ان الخط هيبقى بالكامل عليه مساعد حكم يجري. لا هو اللي من متواجد هنا ومن دلوقتي ده الاقتراح. ده المقترح ان هيبقوا 6. لا في متواجد دلوقتي 6 فعلا، بس ال6 الثاني بيبقى موجود على الخط. طب انا عندي مقترح. يعني خط المرمى. وانا عندي مقترح. ايه هو؟ طب يعني بنريح دماغنا من الكلام ده كله، ويقعد الحكم في كابينه زي كباين المعلقين، وقدامه الكاميرا بتاع التلفزيون اللي هي بتجيب بقى اللقطه، ويبقى هو شايف اللقطه. ما بقاش حكم بقى. معلش لما حكم اهو شايف اللقطه لا كده يا اهو، فندم، لا. ويضرب الصفاره من الكابينه اللعب يقف. لا يا فندم، لا هقول لحضرتك ليه انا بقى بالناحيه الاعلاميه ارد على دي بقى. احنا كمشاهدين بنشوف انت مش بتقيمه بس حلل الجون ده بس وحياتك قبل ما ندخل في النقطة. طب نشوفه طلع عشان ما شفتوش ده. يعني معلش هنرجع بالجون تاني يا استاذ محمد. الهدف ده بالتحديد ممكن يبقى فيه اعاده حتى، يعني لو كده عشان ارجع لنا تاني وبعدين هات لنا الهدف ده، عشان خطأ واضح جدا من حارس مرمى الحرس فتسبب في الهدف الاول يعني. هو ده ما انا شفته طبعا في الملعب. ده اوفسايد ده يا كابتن سعيد، الكرة دي مش كده؟ هنرجع تاني بيها دلوقتي. اتفضل يا ست اللو. يعني النهارده هم بيعترضوا على ان حضرتك قاعد في الاستوديو بتقيمه مش اعتراض بالكاميرات، مش اعتراض انك بتقول له طب عيد مش تاني. اعتراض مش اعتراض. هو قصده